ان انت مش اول ما تروح الجيم خلاص انت بنيت عضلات او قويت جسمك او كده. رحله ماراثون، مش متحمس او فقدت الدافع او الحافز، والفورمه اللي انت عايزها مش هتتعمل في 3 شهور ولا في النتائج دي تستحق فعلا. لو انت رحت الجيم قبل كده وحاولت تعمل اي رياضه، واكيد في نص الطريق هتلاقي نفسك مش متحمس او فقدت الدافع او الحافز بيها عامه، فهتلاقي نفسك فقدت الدافع والحماس ان انت تعمل الحاجه دي، او عايز تعملها بس مش قادر وطاقتك راحت. فالفيديو ده هقول لك طريقه ازاي تلتزم بالجيم او بالرياضه او اي حاجه، خاصه الرياضه والجيم. وما تقلقش، اشتراك الجيم اللي انت دافعه ده مش هيروح عليك هباء لو نفذت الخطوات دي. اول حاجه لازم تفهم ان الجيم ده رحله ماراثون، مش اول ما تروح الجيم ايه ده مين، ان انت مش اول ما تروح الجيم خلاص انت بنيت عضلات او قويت جسمك او كده. جسمك بيحتاج فتره يرتاح، وبيحتاج فتره النمو العضلي، وبيحتاج فتره يتعود على الحمل اللي انت بتحطه له في الجيم ده عشان يقدر يتعود بعد كده. والفورمه اللي انت عايزها مش هتتعمل في 3 شهور ولا في لا يا باولو ما انتش يا باولو، يعني مش في يوم وليله. فلازم تعرف ان هي رحله وماراثون، ولازم تلتزم كويس جدا عشان توصل للنتائج اللي انت الخرافيه اللي انت هتوصل لها، والنتائج دي تستحق فعلا لان هدفك يستحق فعلا. فلازم عشان تشوف النتائج الهائله دي اللي انت هتروح الجيم عشانها لازم تتعب. ايوه يا عم، طب ماشي يا عم، انا عارف انها ماراثون اصلا، وعارف ان انا خلاص يعني هروح الجيم وبعد سنه يا عم، بعد 6 شهور انا كده عرفت فهم خلاص، بعد كده هسيب الجيم بقى. لا، طب والاشتراك انا هقعد ادفع الاشتراك؟ ما هو الفكره هنا ان الجيم انت يعني في ناس بتلاقيها خست وتخنت تاني، في ناس بتلاقيها راحت بنت عضلات والعضلات دي خستعت تاني او راحت تاني. فدي تاني حاجه، الجيم اسلوب حياه او الرياضه عامه اسلوب حياه. ما ينفعش تقعد طول حياتك خلاص تحققت هدفك في 6 شهور، الهدف ده خلاص هيروح. الاصعب الحفاظ على النجاح، ان انت رحت الجيم خلاص ال6 شهور دول خلصوا مش تروح تاني. انا خلاص حققت هدفي. تعبان يا كابتن. لا والله تعبان. انا خلاص حققت هدفي وخلاص مش هروح الجيم تاني. لا، الجيم اسلوب حياه، انت لازم تروح عشان صحتك على الاقل. الجيم اسلوب حياه، دايما لازم تهتم تلعب اي رياضه طول عمرك. بقى كده اول حاجه، وتاني حاجه دول اهم حاجتين. انا مش بحط لك اهم حاجتين في الاخر زي الناس ما بتعمل. اهم حاجتين فعلا ان انت تعتبر تبقى عندك العقليه الجيم ده اسلوب حياه والجيم ده ماراثون. لازم فعلا لازم تصبر فعلا عشان تشوف النتائج، مش تشوف النتائج من اول مره. انا رغاي قوي. تالت حاجه، خليك مرن. مش معنى ان انت ما روحتش الجيم مره في الاسبوع او مرتين، او يا عم ما روحتش خالص بقى انت خلاص فقدت الامل ومش هتروح. لا، طبيعي جدا ان انت ممكن في الاول ما تبقاش قادر تروح، اول شهر مش قادر تلتزم شويه، فطبيعي ان انت ساعات تقع وتقوم المهم ان انت تقوم تاني. فخليك مرن، مش مثلا انت ما روحتش امبارح فخلاص انت كده، لا انت هتروح تاني عادي طبيعي. فلازم تفهم وتتقبل الحاجه دي ان هي طبيعيه جدا، ان انت يوم يجي عليك ما تروحش، يوم يجي عليك ما تكسل، بس المهم ان انت تكمل وحاول بقدر الامكان ما تكسلش وتروح. حتى لو هتروح ما تتمرنش، حتى لو هتروح مش هتتمرن بكفاءه عاليه، بس المهم تعود مخك ان انت تروح. حتى لو هتروح الجيم بس تقف قدام الجيم كده وترجع، المهم ان انت تروح. بس انت بتعود مخك ان انت تروح، هيبقى اسهل عليك بعد كده ان انت تتمرن. فخليك مرن. الحاجه اللي بعد كده حدد هدفك من التمرين في الجيم. انا رايح الجيم اخس ولا ابني عضلات، ولا بس صحتي كده انشط عضلاتي بس؟ يعني هعمل ايه على حسب الهدف بتاعك في الجيم، على حسب اللي انت هتعمله، يعني على حسب الهدف بتاعك، على حسب التمرينات بتاعتك. فحد هدفك انت دلوقتي داخل الجيم تخس، داخل الجيم تبني عضلات، داخل الجيم تزيد، ولا فاهم؟ شوف بقى نظام تمرين، شوف مع الكوتش اللي عندك في الجيم، شوف نظام التمرين مع نفسك بقى. يعني نظام التمرين بتاعك في الجيم هو اللي هيمشيك على هدفك. نظام تمرين ثابت، تمارين معينه، مجموعات معينه في الجيم، عدات معينه في التمرين. شوف لنفسك نظام تمرين هتروح تعمل ايه عشان يبقى اسهل عليك ان انت تروح، مش تروح مش عارف هتعمل ايه ولا تتمرن ايه. لا، لازم يبقى عندك نظام تمرين في الجيم. في نظام زي البوش بول ليج، برو سبليت، على حسب المجموعات والتكرارات، وهتشوف الموضوع سهل. بص، هي حاجات تبان حاجات كتير وملخبطه، بس هي مش ملخبطه خالص، هي كلها مربوطه ببعض. الحاجه اللي بعد كده، ركز على التمرين والصحه فعلا. ما ركز انا رحت النهارده ولا لا، ركز انا عملت اللي عليا ولا لا. ما تركز على النتائج كده هتيجي ان شاء الله بعدين. العضله ايه ده، امبارح العضله دي كانت منفوخه دلوقتي مخستعه، لا، بس المهم تركز بس على اللي انت عملته. انت عملت النهارده اللي عليك، كلت اللي عليك، اتمرنت اللي عليك، خلاص يبقى انت كده تمام. الحاجه اللي بعد كده بقى، لو زهقت غير التمرين. انا مثلا زهقت من تمرين، زهقان من تمرين زي الليت بول داون، اتمرن تمرين غيره. زهقان من تمرين زي مثلا السكوات، اتمرن تمرين، اشوف تمرين احسن وغيره مثلا. اخر حاجه بقى، حط حاجات بتحبها في الجيم.
في ناس مثلا بتحب تسمع قرآن وهي بتتمرن، الناس بتحب تتفرج على افلام وهي بتتمرن على التريدميل مثلا. شوف حاجه بتحبها، تربط حاجه بتحبها مع حاجه ما بتحبهاش او مش متعود عليها عشان تعملها بسهوله. بس كده وبس. اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه ان انت بتبدا من تحت وتطلع لفوق. الناس بتبدا بطاقه عاليه قوي 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 وتنزل تحت، بتطلع السلم واحده واحده. فابدا واحده واحده في الجيم وان شاء الله هتشوف نتائج. وقول لي بقى الفيديو، شوف الفيديو ده بقى لو بعد سنه، اكتب لي في الكومنتات انت ايه اللي حصل لك وعملت ايه، بدون خبرتي في الكومنتات. ويا ريت اشتراك بقى ولايك، ولو الفيديو ما عجبكش اعمل ديسلايك.